زيادة غير مسبوقة في أسعار البنزين وأسعار السولار. زيادة 15% ما شفناهاش قبل كده، وبيترتب عليه طبعا زيادة بشعة في أسعار المنتجات. كل حاجة طبعا هتزيد، واللي مش فاهم ايه علاقة البنزين أو السولار بالمنتجات العادية بتزيد، لأن احنا أي حاجة بتتنقل لنا عن طريق البنزين والسولار. طيب الزيادة اللي حصلت ديت حصلت ليه؟ بناء على صندوق النقد الدولي، لأن احنا بناخد منهم فلوس، فقرروا إن هم يشيلوا الدعم خالص عن البنزين وعن السولار. وطبعا الشعب الغلبان الجميل هو اللي هيتحمل الليلة. الموضوع ما بقاش يعني متعلق بالسياسة، يعني أنا مش بتكلم في سياسة، احنا بنتكلم هل احنا دلوقتي بني آدمين وعايشين في بلد بتقدر المواطن ولا لأ؟ وهل المواطن هيستطيع انه يتحمل الأخطاء أو المشاكل اللي بتسببها الحكومة والفلوس والديون والكلام ده كله؟ طب المواطن هيستحمل ده كله ازاي؟ انا لما بطلع اتكلم انا اخر واحد بتكلم في السياسة، انا ما افهمش في السياسة، انما انا افهم ان احنا بني ادمين. فانا بتكلم هل احنا دلوقتي كده بني ادمين بنعامل على اننا بني ادمين عايشين في بلد كويسة؟ يعني الكهرباء اسعارها بتزيد وستيل بتقطع، كمان البنزين والسولار بيزيد، والمواطن هو اللي بيستحمل.